زيادة المحروقات، الأسعار الملتهبة. ما السبب؟ ناس يبحثون عن المخارج، ثورات، الانتفاضات، قفل الطرق. هذا لا يجدي، هذا لا ينفع. طالما أن هنالك عقيدة ما قالها إلا النمرود. الكلام هذا في الأسبوع الماضي، الرجل تفوه بهذا الكفر الأسبوع الماضي في درمان في حوش الخليفة، يقول هذا الكلام أن الأولياء يحيوا ويميتوا وينزلوا الغيث والكباش بيد الجنة. هذا كلام الرجل ليس كلامي، المقطع موجود متداول في وسائل التواصل. كيف لا تزداد المحروقات وكيف لا تلتهب الأسعار وحق الله تعالى يؤخذ عنوة؟ حق الله تعالى ما ناقش فيه إلا النمرود وفرعون، بينا ذلك في الخطبة الأولى آنفة. منهم من يجدد هذه العقيدة الكفرية في السودان. لذلك لا تنتظروا مخرجا طالما أن هذه العقائد الخربة يتفوه بها ولا أحد ينكر ولا أحد يرد. تنتظرون مخرج، حلول؟ لا تنتظروا ولا تؤملوا طويلا طالما أن هذه العقائد منتشرة في السودان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دين الله تعالى يحيي وزيد يحيي. من الذي خلقه؟ هو هذا الولي الذي تزعم أنه ولي. ما قال ذلك أبو جهل، ما قال هذا الكلام. أبو لهب نزلت فيه سورة كاملة، سورة المسد نزلت في أبي لهب. أبو لهب ما قال أنا أحيي ولا زيد يخلق، ما قال ذلك، ما قال ذلك. ولكن لما جهلت الأمة هذه العقيدة الآن ابتلينا والناس الآن في ضائقة معيشية، ضائقة اقتصادية. أين المخرج؟ وهذه العقائد الخربة تعشعش في رؤوس كثير من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لا أحد يستطيع أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء وهذا الغلاء. هذه عقيدة ندين بها لله تعالى، لا أحد يستطيع. الذي يرفع هو الله، لا أمريكا، لا إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، الإمارات، المملكة، لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع أن يغير هذا الواقع الأليم المرير إلا الله تبارك وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا لا يعبد رب البيت ويعبد البشر؟ بشر. فلان ينزل المطر، كباش بد الجنة، يهب لمن يشاء إناثا. من الذي يهب؟ من؟ قرآن يتلى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا الله سبحانه وتعالى. فلان يدي الجنة، هذا دين؟ تنتظرون مخرج من هذه الأزمات. مدارس على الأبواب، الجامعات ستفتح بعد أيام. أين المواصلات؟ أين أنت تدري وأنا أدري. هذا كله عند الله تعالى، ما عند أحد.